لو بطلنا سكر مضاف لمدة شهر واحد بس، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل في جسمنا؟ الإجابة على فكرة مش مجرد نزول في الوزن، لأ، دي رحلة تحول كاملة بتبدأ بصراع وبتنتهي بصحة أحسن بكتير. يلا بينا نشوف الرحلة دي. شوف، الحكاية دي مش مجرد تحدي وخلاص، لأ، دي أقرب ما يكون لعملية ريستارت أو إعادة ضبط كاملة للجسم. تعالوا نشوف بقى إيه اللي بيحصل بالتفصيل. الحقيقة اللي بيحصل ده ممكن يصدم ناس كتير. الجسم حرفيا بيمر بتحول حقيقي. والموضوع مش حكاية حرمان وخلاص، لا، زي ما بنقول دي عملية ريست لكل أنظمة الجسم. طيب الرحلة دي متقسمة على أسابيع، وخلينا نبدأ بأول محطة وغالبا هي الأصعب، الأسبوع الأول، أسبوع الصدمة والانسحاب. في الأسبوع ده بقى ممكن الواحد يحس بصداع وتوتر ورغبة فظيعة في أي حاجة مسكرة، والتركيز يقل خالص. بس الغريبة إن دي علامة ممتازة. ده معناه إن الجسم فعلا بدأ ينظف نفسه. يعني ده مش مرض، ده مجرد انسحاب طبيعي للسكر. طب إيه اللي بيحصل جوه مخنا يخلينا نحس بكل ده؟ الحكاية ليها تفسير علمي بسيط. السكر يا جماعة بيشغل نظام المكافأة في المخ وبيخليه يفرز هرمون الدوبامين بتاع السعادة. فلما بنوقفه فجأة المخ بيحس إن لعبته المفضلة اتاخدت منه. الإحساس ده قريب جدا من إحساس الإقلاع عن أي مادة إدمانية تانية. ولو عدينا الأسبوع الأول الصعب ده، يبقى ألف مبروك، كده دخلنا في مرحلة الأسبوع التاني. وهنا بقى بيبدأ النور يظهر في آخر النفق. في الأسبوع التاني ده مستويات السكر في الدم بتبدأ تستقر، خلاص مفيش الطلوع والنزول المفاجئ ده. وطبعا ده بيأثر فورا على المزاج والطاقة، بنلاقيهم أهدى ومستقرين أكتر. وحتى جودة النوم نفسها بتتحسن بشكل ملحوظ جدا، الواحد بينام نوم أعمق. طب إيه السر ورا الاستقرار ده كله؟ السر في هرمون الأنسولين. تخيلوا معايا كده إن خلايا الجسم كانت زي ما تكون بتصرخ ومش قادرة تسمع صوت الأنسولين بسبب دوشة السكر. دلوقتي مع هدوء الوضع الصوت بقى أوضح، فالجسم ما بقاش محتاج يفرز كميات مهولة من الأنسولين، وحساسية الخلايا نفسها للأنسولين بتزيد. ودلوقتي وصلنا للمرحلة اللي السحر الحقيقي بيبدأ فيها، الأسبوع الثالث والرابع. هنا بقى المكافآت الكبيرة بجد بتبدأ تظهر. اللي بيحصل هنا بالظبط هو ثورة في موتور الجسم. الجسم بيعمل شيفت وبيغير مصدر الوقود بتاعه. بدل ما كان معتمد على السكر اللي هو وقود سريع وبيتحرق في ثواني، بيبدأ يستخدم وقود تاني خالص، وقود أنظف وأكفأ بكتير، الدهون المتخزنة. طب والنتيجة بتبقى إيه؟ طاقة مستمرة طول اليوم، مفيش خمول بعد الظهر. دهون البطن تحديداً بتبدأ تقل بشكل ملحوظ. الرغبة في أكل الحلويات بتقل بطريقة لا تصدق. وفوق كل ده صفاء ذهني عمر الواحد ما حس بيه قبل كده، بشرة أنقى والتهابات أقل في الجسم كله. والأهم من كل اللي فات ده هو إن ده استثمار في المستقبل. دي مش مجرد فوائد مؤقتة وخلاص. الأطباء كلهم تقريبا بيأكدوا إن مجرد تقليل السكر المضاف ده بيقلل جدا من خطر أمراض كبيرة زي السمنة والسكري من النوع التاني وأمراض القلب. طيب إزاي كل التحول الكبير ده بيحصل؟ الحقيقة إن الموضوع أبسط مما نتخيل، وهي دي بقى عبقرية جسمنا. الحكاية كلها عبارة عن عملية ريست بسيطة في 3 خطوات. أول خطوة بنشيل مصدر الطاقة السريع المتقلب اللي هو السكر، ده بيوصلنا للخطوة التانية على طول، هرمون الأنسولين بيهدى وبيستقر. وأخيرا الخطوة التالتة، الجسم بيكتشف الكنز اللي كان مدفون جواه اللي هو مخزون الدهون، وبيبدأ يستخدمه كوقود نظيف ومستمر. عملية بسيطة وفي نفس الوقت عبقرية. طيب بعد ما شفنا كل المراحل دي، بيجي السؤال المهم: هل التجربة دي تستاهل فعلاً؟ طبعا القرار في الآخر قرار شخصي، ومش لازم الموضوع يبدأ بشهر كامل مرة واحدة. ممكن يبدأ بتحدي أصغر، تجربة إن الواحد يقطع السكر المضاف لمدة أسبوع واحد بس، والفرق اللي هيحصل أكيد هيبان. وفي النهاية يمكن أهم فكرة نطلع بيها هي إن الإقلاع عن السكر مش حرمان خالص، بالعكس ده يعتبر تحرير للجسم والعقل من الاعتماد على مصدر طاقة مش فعال، والأهم إنه مضر على المدى الطويل.